هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. في كتير مننا بيبقى ما عندوش ثقة في نفسه، بيحاول دايما ان هو يزود ثقته بنفسه بس ما بيبقاش عارف. تعالوا اقول لكم ايه الخطوات اللي هتساعدنا ان احنا نعزز ثقتنا بنفسنا اكتر. اول حاجة ودي ان انت تعرف ايه العيوب اللي فيك. احنا للاسف اوقات كتير ما بنبقاش عارفين ان فينا عيوب، او ما بنبقاش عايزين نواجه نفسنا ان فينا عيوب ونشوف ان احنا كويسين في كل حاجة، وده طبعا مش طبيعي ولا منطقي. لو احنا مش عارفين نحدد ايه العيوب بتاعتنا، نحاول ان احنا نسأل حد قريب مننا وبنثق في رأيه، ونسأله ايه اللي هو شايفه مش كويس فينا علشان نبدأ نغيره. وبرده لما يقولك على الحاجات اللي هي عيب فيك، انت فكر كده مع نفسك، هي فعلا عيب ولا هو نظرته اللي ليك مش صح؟ وساعتها بما ان هو حد انت بتثق فيه، فحاول افهم وجهة نظره وتناقش معاه. يمكن يكون هو شايف حاجة مش صح او انت اللي شايف حاجة مش صح. تاني حاجة بقى وهي ان انت تحاول تدور ايه الحاجات اللي انت مبدع فيها، ايه الحاجات الكويسة قوي فيك وبتميزك عن اللي حواليك. ومفيش حاجة اسمها انا مش مميز في حاجة، او انا مش زي بقية الناس، انا مفيش فيا حاجة مميزة عن الباقيين. لا، كل واحد فينا ربنا خلقه في حاجة بتميزه عن التاني، في حاجة هو بيعرف يعملها كويس جدا. فدور على الحاجة دي وبص لكل نواحي حياتك، ايه الحاجة اللي انت بتعرف تعملها على اكمل وجه بشكل كويس جدا. والحاجة دي اول ما تعرفها ركز عليها وطورها، وحاول اظهرها للناس اللي حواليك اكتر. ده هيزود ثقتك بنفسك، وهتحس ان انت بتعمل حاجة ليها معنى فعلا. تالت حاجة ودي بالنسبة لي من اخطر الحاجات، وهي الافكار اللي انت بتقولها لنفسك. يعني تبقى قاعد وسط قاعدة تلاقي افكار جاتلك، لا الناس دي اكيد مش بتحبني، الناس دي لو انا اتكلمت او قلت الكلمة الفلانية هيتريقوا ويضحكوا عليا، الناس دي اصلا قاعدة معايا علشان مصلحة. او كمان توصل معاك ان انت لما يسألوك عن رأيك في قاعدة مثلا معينة، ترفض ان انت تقول رأيك او ما تتكلمش خالص، عشان خايف ان هم ينتقدوك لما تقول رأيك، او ما يحبوش ان انت تبقى قاعد معاهم. طيب انت ليه الافكار دي اصلا بتيجي في دماغك؟ دي معظم الوقت بتكون في دماغنا لان احنا تعرضنا لمواقف مشابهة ليها فعلا قبل كده. يعني مثلا كنت جربت ان انت تقول رأيك في قعدة فالناس ما حبوش رأيك قوي، او في حد ضحك عليك في موقف فانت مش عايز تكرر نفس الوجع ده تاني. بس هو مين قال ان انت هيحصل لك نفس اللي حصل قبل كده؟ لو انت فضلت مركز على اللي حصل لك قبل كده ان هو انت هيتكرر، هتلاقي ان انت مش بتعمل اي حاجة في حياتك، وخايف ان انت تقعد في قعدة فيها تجمع، او خايف ان انت تقول رأيك لحسن الناس ما يحبوش ان هم يسمعوا رأيك او ينتقدوك. فكل دي بتبقى معظمها افكار في دماغنا. طيب افرض انا المرة دي اتكلمت وظهرت رأيي وانا قاعد في قعدة معينة، ولقيت ان هم برضو انتقدوني، المفروض ان خلاص لا انا مش هجرب اعمل الموضوع ده تاني؟ لا خالص، بالعكس. انت ساعتها لازم بقى ترد رد مختلف، لازم تتكلم مع الناس اللي هم انتقدوك دول، هم بينتقدوك ليه، وتبدا تتناقش معاهم، ما تسكتش. ساعتها هتشوف ان انت رد فعلك هو اللي غير مفهوم الحاجه بالنسبه لك، وغير التجربه بتاعتك، وخلى ان انت مش دايما في كل قعده تبقى خايف ان انت تظهر نفسك او تتكلم، او متوقع ان الناس مش بيحبوك. وصدقوني دي بتبقى معظمها افكار في دماغنا اللي بتخلينا قاعدين في مكاننا ومش بنتحرك ابدا. رابع حاجه وهي ان انت تخلي طريقه تفكيرك فيها نوع من انواع النظره الايجابيه لقدام. يعني لما يحصل لك مشكله، انا عارفه ان مش معنى ان حصل لي مشكله ابقى مبسوط ومبتسم، لا، بس انا ابقى اقول لنفسي اكيد المشكله دي وراها حاجه، طب انا مش عارف الحاجه دي، ابقى عندي بقى ثقه في ربنا ان هيجي الوقت وهيعرفني الحاجه دي ايه. فبدل ما تبدا تقول هو ليه يا رب بيحصل لي كده، هو لازم يعني المشكله دي تجيلي دلوقتي، هو انا ليه على طول حاسس كده، قول لا، انت يا رب انا واثق ان انت بتجيب لي الحاجه دي علشان سبب، وانا واثق في ان انت كل حاجه يا رب بتجيبها هي خير. ده هيريح قلبك شويه، هيهديك شويه، مش هيخليك دايما متضايق ومتوقع ان انت شخص نحس، ولا ان انت شخص اصلا مالكش حظ في الدنيا. بلاش الافكار والكلام ده، وخلي عندك ثقه في ربنا ونظره تفاؤل للحياه. وصدقوني مفيش اي حزن ولا صعوبات دايما ابدا، كل حاجه بتعدي وبيجي بعدها الحاجات الحلوه. خامس حاجه وهي ان احنا ساعات من كتر ما نبقى عايزين كل حاجه بيرفكت وكل حاجه كامله، ده بيهز ثقتنا بنفسنا. ليه؟ لان بكل بساطه اصلا مش هنعرف نوصل للكمال ده، وده بيخلينا نحس باحباط شديد جدا، ونحس ان احنا مش هنعرف نعمل اي حاجه وان احنا فاشلين. بس هو مين اصلا ان الكمال موجود؟ الكمال ده ملوش اي وجود ابدا، لان الكمال لله وحده.
فدايما نبقى رحيمين على نفسنا شوية، ونحط اهداف وحاجات تناسب حياتنا وتناسب قدراتنا. بلاش نعلى قوي بالحاجات والاهداف اللي احنا عايزين نحققها، لان انت اصلا هتلاقي نفسك في النص حاسس بالعجز وحاسس بالاحباط، وده هيهز ثقتك بنفسك جدا، وهتلاقي ان انت برضه مش عارف توصل للكمال ده. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى هادين على نفسنا شوية، وما نحطش حاجات نصعبها على نفسنا فما نقدرش ان احنا نحققها. سادس حاجة وهي ان انت تدور على التجارب اللي انت مريت بيها قبل كده وغلطاتك، وتشوف ايه اللي انت عملته غلط. مش عيب ابدا ان انت تقعد تفتكر غلطات انت عملتها علشان تشوف ايه اللي وصلك ان انت تعملها، فتتعلم فما تكررهاش مرة تانية. في ناس اصلا بيبقى عندها حتة من الكبرياء ان هي مش عايزة تعترف ان هي مرت بغلطات، وده طبعا بيفضلوا في مكانهم وما بيتحركوش، لان بيفضلوا يكرروا نفس التجارب والغلطات مرة تانية. سابع حاجة وان انت لازم تحدد هو انا ايه الحاجات اللي بعتبرها مهمة جدا في حياتي، وايه الحاجات اللي اقل اهمية، وايه الحاجات اللي مش مهمة، سواء بقى على ناحية الشغل او ناحية العلاقات او ناحية شخصيتي او حتى ناحية علاقتي بربنا. اي حاجة انت بتعتبرها مهمة او مش مهمة او اقل اهمية لازم تحددها وتبقى فاهم هي ايه. في نفس الوقت بعد ما تحدد لازم تحط هدف لكل جزء منهم انت عايز توصل لايه. تامن حاجة ودي في وجهة نظري من أصعب الحاجات اللي أنت ممكن تعملها في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه، وهي إن أنت تكون صاحب مبدأ. يعني بكل بساطة لو أنت مؤمن بحاجة معينة ومبدأ معين ومبدأ صح مش مبدأ غلط، مش عشان الأغلبية ضدك أو الأغلبية غيرك فأنت تغير مبدأك ده، أو إن أنت تقعد تحلل إن هما اللي صح وأنت اللي غلط. لأن ده حتى لو أنت بقيت شبههم وأنت حللت اللي هما بيعملوه غلط وبقيت تقول إن اللي أنت فيه ده مش صح، حتى لو مشيت وراهم هتلاقي نفسك كده في النص انت مش عارف انت مين. هو انت ماشي وراهم وخلاص عشان تبقى زي الباقي، بس انت في نفس الوقت شخصيتك اتهزت. انت الحاجات اللي انت كنت مؤمن بيها وماشي عليها كسرتها علشان مفيش حد شبهك. طب ليه؟ مش يمكن انت تكون سبب التغيير ان الناس هي اللي تبقى شبهك؟ وحتى لو ما بقوش شبهك ما تخليك صاحب مبدأ، خليك على المبادئ اللي انت اتربيت عليها واللي انت مؤمن بيها. فخليك دايما صاحب مبدأ حتى لو مبدأك ده الناس كلها ما بقتش بتتعامل بيه، بس انت مؤمن بيه وهو صح، خليك ماشي عليه. تاسع حاجة وهي الأخيرة ان انت حاول على قد ما تقدر تدخل نفسك في مجموعات، سواء في دراستك او في شغلك او وسط حتى اهلك. دخل نفسك في مجموعات وتفهم طريقة تفكير الناس المختلفة عاملة ازاي، والشخصيات بتاعتهم عاملة ازاي، وتجاربهم ايه. وانت كمان اتكلم عن شخصيتك وافكارك وتجاربك، ووضح دايما رأيك وما تخافش ان انت توضح رأيك، يمكن رأيك يكون سبب في تغيير ناس تاني للأحسن. وخليكم متأكدين من حاجتين. اول حاجه وهي ان كتير قوي في ناس تبان ان هي واثقه من نفسها وان هي ثقتها بنفسها عاليه جدا، وهي ما بتكونش كده، هي بس بتوضح ده للناس، بس هي فعليا اصلا من جواها ما بتكونش كده. بالعكس دي ممكن تكون على النقيض تماما، وتلاقيها تبدا تتريق على الناس اللي شخصيتها اضعف منهم، ويبداوا يعملوا حاجات عشان يغطوا النقص اللي جواهم. فما تتخدعوش قوي بالمظاهر. حاجه كمان عايزه اقولها لكم هي ان الثقه بالنفس مهمه جدا، فلازم تحاولوا ان انتوا تحافظوا على ثقتكم بنفسكم، ومش عيب ان حد تكون ثقته بنفسه مش قويه قوي ويحاول ان هو يقويها. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.